السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، كيف ما عودتكم في هذا الفيديو غنعطيكم ان شاء الله وصفة اللي هي سهلة وبسيطة ولذيذة في نفس الوقت، بمكونات كيف ما قلت متوفرة وبسيطة. غنحتاجوا لهاد الوصفة اللي هي غنديروها على شكل بيتزا. بالحق غنوجدوها في الباغيت، في الخبز. كتجي يعني لذيذه بزاف وسهله كيف ما قلت. ممكن توظفوها كعشيوه هكذا خفيفه او للوليدات، فهي كتجي فعلا رائعه. بالنسبه للمقادير ديالها، فانا عندي هنايا الباغيت، هاد الخبيزات صغارين اللي كيكونوا على نص طيبه، كنقطعوهم هكذا على زوج كيف كتشوفوا. عندي هنايا لاصوص ديال مطيشه اللي سبق لي ووجدتها. عندي الفرomاج محكوك، عندي فرomاج موتزاريلا، ممكن تكتفيو غير بالفرomاج محكوك ماشي مشكل. عندي كذلك تونه، انا غندير هاد البيتزات هادو بالطون، ممكن ديروا بالكفته، ممكن ديروا بالكاشير، بالشي اللي متوفر دائما عندكم. بالنسبه للخضر، فانا عندي هنايا بصله قطعتها شرائح اللي هي طويله ورقيقه. عندي الفلفل كذلك شرائح طويله، لي شامبينيون، فلفل احمر، وعندي المايس. صافي، هادو هما المقادير كيف كتشوفوا، بسيطه وسهله. دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه العمل فهي سهله. كناخذوا الخبز ديالنا، كندهنوا بلاصوص ديال مطيشه، كندير شويه ديال الفرomاج، وكنبقى كنعمر هاد الخبيزات هادو يعني على حسب الرغبه. ما كنكثروش فيهم بزاف لان اصلا صغارين. غندير كذلك شويه ديال المايس، ممكن نديروا شويه شرائح ديال البصله هكذا، لي شامبينيون، كندير كذلك الفلفل هكذا. كنرجع كندير الفرomاج هكذا من الفوق، اولا ندير الموتزاريلا يعني اللي بغينا حنايا. صافي بهذه الطريقه هذه، وكنحطو في الصينيه. كنستمر هكذا بنفس العمليه حتى كنكمل كاع الخبز اللي عندي. من بعد ما كنسالي الخبيزات ديالي كيف كتشوفوا، دابا غندخلو الفران اللي ديجا راني مسخناه على درجه حراره 180 حتى ل 200 درجه. ما كياخذش بزاف، 10 دقائق حتى ربع ساعه ماكسيموم كنشوفوه تحمر وهذا الفرomاج ديالنا كيذوب. وديك الساعه كنخرجوهم نوريكم الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما كنخرجوا البيتزا ديالنا من الفران، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كتشوفوا. كيجيو لذاذين بزاف الصراحه. وكيف شفتوا يعني المقادير هي جد بسيطه، وطريقه العمل كذلك ممكن في نص ساعه تكونوا ساليتوا وجدتوهم. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم هذه الوصفه اللي كنحاول قدر الامكان انني نعطيكم وصفات سهله وبسيطه كيف ما عودتكم. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.